المرأة الله سبحانه وتعالى وضعها في أساس التكوين البشري في صلاحه وفساده، فجعل فيها التربية الأولى، وجعلها امرأة ثوب للرجل وهو ثوب لها الستر فيها. لذلك أراها إن صلحت صلح البيت وإن كان القيم فرعون، وإن فسدت فسد البيت وإن كان القيم نبي. فعلينا بالتربية الخالصة التركيز على تربية المرأة لتكون خلاقة قوية عاقلة، لا نضعها دائما في الدونية، فهي خلقت رجلا أي تسعى. ما معنى أنها خلقت رجلا تمشي؟ لأنها لن تمشي على أربع، فهي من الرجال أي من السعاة. ولما يقول الله في القرآن الرجال قوامون على النساء لا يعني الذكور على الإناث، وإنما السعاة على القواعد. فمن قعد في بيته فهو نسأة ذكر أو أنثى، ومن سعى فهو رجل ذكر أو أنثى. لذلك يقول الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب. وهذا الفرق في التميز حينما قال بما فضل الله بعضهم على بعض بالسعي وبما أنفقوا من أموالهم. فمن أعطى القوامة للذكر فقط لأنه ذكر هو ديك، هو إنسان، إما أن يسعى وإلا لا يقول لزوجته الطبيبة التي تأتي بالدخل وتصرف يقول أنا الذي آمر وأنهى لأنني الذكر. لا، أنا الرجل لأنني أسعى. فالسعاة قوامون على القواعد، هذا المعنى فيها الحقيقي. ولكن إذا المرأة وضعت نفسها في النسأة، وهذا ما أخذته المرأة مع الزمن أنها امرأة نسأة وتجلس، ولكن نحن في زمن السعي. المرأة الآن تعمل وبعض الرجال قاعد. إذا جيت لقارة أفريقيا تجد المرأة تحطب وتكنس وتبني البيت، والرجل تحت الشجرة قاعد يطق بعصاه.